زي الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنخزن مع بعض السبانخ. يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. كده جبنا سبانخنا الصغيره الصغيره الحلوه دي. بصوا احنا جايبين 3 كيلو، فقطعنا كميه بسم الله ما شاء الله. شايفين جميله وزي العسل اهي. انا مش بغسلها بقى الا بعد ما ما اقطعها وكده. نروح جايبه دي نعملها مع بعض كده. نروح جايبين اللي هي الايه، اللهم صل على النبي، الزبانخ الصغيره اللي هي يعتبر طريه كده، اللي هي كلها ورق. يبقى اللهم صل على سيدنا محمد. كده بنجيب الزبانخ اللي هي الصغيره كده، اللي هي كلها ورق، ننضفها كده. في اي ورقه صفرة في اي حاجه بنشيلها كده اهي. بس هي بسم الله ما شاء الله مش فيها بقى اي حاجه زايده يعني، ورق اصفر ولا اي حاجه اهو. بسم الله ما شاء الله. يبقى نحاول ان احنا نسوي الجدول كده الحمراء مع بعضها، لان انا مش بفضل اعملها اصلا. بس يعني امي ربنا يديها الصحه كده، وكل قرايبنا اللي كنت دايما اشوفهم وانا صغيره ان هم ايه يعملوا الحمار كده. دخل كده مع بعض اهو. نروح جايبين كده مع بعض اهي وخارطين. الزبانخ دي بقى هتقعد معاكي من السنه لسنه، خضار ولون. بصوا مش هقول لكم يعني تخزين سهل كده، ومش في اي ايه اي تكات ولا اي ايه اضافات اهو. ننعمها كده على قد ما نقدر اهو. وبعد كده بقى نغسلها ونصفيها بقى ونحطها ايه تشلوح نص شلوحه كده. مع ان انا بقى ايه مش بخرطها كده كده عشان تبقى ايه خشنه شويه. بصوا انا بخرطها بصوا بالراحه كده على قد خالص. بصوا شايفين؟ بصوا بتبقى ايه ناعمه خالص اهي. حتى شوفوا دي من دي، لا انا مش بحب اخرطها كده. شايفين؟ فانا بحب اخرطها بالكين كده، بتبقى ايه رقيقه وحلوه. نكمل تقطيع كده وتخريط واوريكم. يبقى خلاص كده قطعناها خلاص كده ونضفناها اهي، خرطناها اهي تخريطه حلوه وناعمه اهي. يلا بقى نغسلها حوالي مره او 2 او 3 كده لحد ما تنضف حلو كده. يبقى احنا بسم الله ما شاء الله غسلناها مره واثنين ودي التالتة. شايفين الميه بتاعتها عادت نضيفها ازاي؟ يبقى نشيلها كده من الميه ونحطها في المصفى بتاعنا ده تصفى بقى خالص اهي. شايفين؟ انا بفضل بقى ايه غسيلها كده مش تبقى عيدين يعني اهي. شايفين؟ غسيلها بمنتهى السهوله اهو. بايديكي كده ويدوبك تلم تكون ايه مش فيها اي حاجه. شايفين بسم الله ما شاء الله كميه كبيره ازاي؟ جيبي 3 كيلو يعني. بصي طريه وخضره وبصي ممتازه روعه يعني اهو. يا جماعه عشان خاطر اي حاجه تلاقوها في السوق هاتوها وحطوها في الفريزر، مش هتخسر صدقيني. كده كده الفريزر شغال، وحاجه تلاقيها تحت ايديك وزي العسل. تخزينها هيبقى سهل وجميل. يا ريت كل اللي يشوفني ويتابعني ويشاركني. يعني كل ما الاقي حد مشاركني ولا الاقي حد متابعني، مش هقول لكم انا بنبسط جدا، بكون مبسوطه جدا يعني. فيلا سيبها بقى تصفى شويه كده ونحطها على النار تاخد عشان تهدى كده في الحله، ويعتبر ايه تهبط كده. ونوريكم تخزين ايه السبانخ. يبقى احنا خلاص كده ولعنا البوتاجاز اهو، ورحنا حاطينها عليها في حله. بصوا شايفين هايشه ازاي؟ بس ان شاء الله 5 دقايق كده هتلاقوها هبطت. نبدا نقلب فيها بقى، نسيبها كده 5 دقايق لما الحله تسخن هنلاقيها هبطت. يبقى زي ما انتم شايفين كده، شايفين هبطت ازاي في الحله اهي. مفيش دقيقتين 2 ولقيتها بالمنظر ده اهي اهو. بصوا احنا عايزين الايه النتيجه دي اللي هي تكون ايه يعتبر هابطه كده، وفي نفس الوقت ايه دبلانه وحلو كده اهي. برضو نقلب فيها كده اهي. مش عايزينها تستوي، ده هي بس يا دوب بتاخد ايه زي يعتبر تهبيطه بسيطه كده اهي. ما شاء الله زي العسل، خضره وجميله على انها صبحه وحلوه. وساعه ما جبتها روحت مش ركنتها، لا روحت عاملاها في نفس الوقت اهي. يلا ما فيش ثانيه واحده يعني دقيقتين 2 كده ونصفيها في المصفى. ما بصوا مش فيها ميه اصلا يعتبر اهي اهي كده خلاص هبطت خالص اهي. يلا بقى يعني بصي لو انت عايزه تحطها في الحله هي بالظبط 5 دقايق يعني. لو حسبت لو لابسه ساعه تظبطها عليه اهي. شايفين النتيجه اللي انا عايزاها؟ بصوا هي سخنه شويه بس بصوا انا عايزه النتيجه اللي هي تكون خضره وهابطه في نفس الوقت، بس مش تكون مستويه.
يلا مع بعض بقى نصفي حبه الميه دول ونخزنها مع بعض في كاس التخزين بتاعتنا، ونشوف احلى زبانخ تقعد معانا من سنه لسنه زي العسل. كل حاجه تبقى في البيت كده مية مية اهي. يلا كده اهي خلاص كده. يبقى احنا خلاص كده صفيناها مع بعض في النصفة اهي، نسيبها لما تبرد خالص. شايفين زي العسل اهي مية مية خضرة وممتازة. نسيبها بقى لما تبرد كده حوالي ساعة كده، وبعد كده نحطها في كاسنا الحلوة ونوريكم احلى منظر للزبادي. يبقى مع بعض كده خلاص بردت اهي، سيبناها حوالي ساعة او ساعة وربع بردت معانا اهي. نجيب اكياسنا بقى ونخزن الكمية اللي انت عايزاها، الكمية اللي هي ايه هتكفي بيتك. ممكن تحطوهم في 3 اكياس وممكن تحطوهم في 5 براحتك، حسب الايه العيله اللي انت قاعده فيها او حسب ولادك. يعني ايه مش هتكتري اهو. ما شاء الله. يعني انا مثلا بالنسبه لي دي ايه هتكفيني، فاروح ايه يعني بحطوها انا كده خلاص. يعتبر ادانا بضبط فيها كده عشان احطها في درجه الفريزر ما تاخدش مكان معايا اهو. ولو في شويه ميه فايضه معايا ممكن تحطوهم على تحتفظي بيها، بس احنا مش سيبناها تنهري لا عشان تنزل ميتها، فهي مش مستاهله ان هي القيمه الغذائيه بتاعتها نزلت فين في الميه. فالزبادي دي من اهم الاكل اللي هو المفيد لانه كله حديد. ويعني ايه حتى لو في اي حامل في اي انيميا اي حاجه يقول الدكاتره يقولوا ايه كلوا زبادي لان فيها حديد وفيها قيمه غذائيه عاليه. فيعني حتى لو ولادنا مش بيحبوها لازم نخليهم ايه ياكلوها اهو. شايفين الكميه دي بالنسبه لي برضو مناسبه. برضو اعمل فيها كده بضبط فيها كده علشان ايه علشان مش تاخد مكان في الايه الفريزر. واطلع الهواء كده من الكيس وابدا ايه ارص الايه الزبانخ بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. نكمل الكاس مع بعض ونوريكم مع بعض. خلصنا الكميه هي، فيلا بقى نرصهم مع بعض كده رصه حلوه بسم الله ما شاء الله. 2 كيلو ونص عملوا لي 5 اكياس، يعتبر عملت لكل كيس نص كيلو ما شاء الله. هي سويتها حلو كده ودكيتها في بعضها، عملت يعتبر ايه بضبطتها كده علشان ايه مش تبقى تاخد مكان في الفريزر. حتى لما تيجي تطلعيها تطبخيها مش تطلعيها قبل السوا قبل لما تحطها في التخديعه، لا ساعه ما تطلعيها من الفريزر تحطها في التخديعه على طول علشان مش تنزل ميتها وتبقى سمره وكده. بألف هنا وصحه. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ويعجبه يا ريت يشاركني واكون جزلت الفاضل له. والطريقه دي سهله خالص وبتقعد معايا من السنه للسنه. والزبانخ مش هتخاف عليها في التخزين، جميله جدا 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 وفيها قيمه غذائيه عاليه. طبعا في كل فيديو بنسيب بعض على لا اله الا الله. وشكرا ومع الف سلامه واسيبكم في رعايه الله وامنه.